دكتور فؤاد، ولكن انتقل إلى المنامة. معي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان دكتور نبيل رجب. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ العزيز. يا أهلا دكتور نبيل، ما حقيقة منعك من السفر اليوم؟ يعني المعلومات تتحدث الآن أنك عدت من المطار نتيجة منع السلطات لك من مغادرة البلاد. والله أنا للتو خارج من المطار وأنا في السيارة متجها إلى المنزل. كنت أود أن أحضر مؤتمر لمنظمة آيفكس في بيروت، ومن المؤمل أن تحضره حوالي 90 منظمة إقليمية ودولية في بيروت، ونحن من أعضاء هذه المنظمة. ولكن للأسف الشديد السلطات كما كانت سابقا قد منعتني بالسفر، وللأسف الشديد أيضا أن هذا سوف يسيء إلى سمعة البحرين أكثر من أن يكون يحد من عملي أو نشاطي الحقوقي. والآن على قلة هؤلاء 90 المنظمة الحاضرين في بيروت سوف يكون على علم أنني قد منعت من السفر، وأن السلطات تحاول أن تضيق على عمل النشطاء حقوق الإنسان وتحد من عملهم وتعاقبهم على أنشطتهم الحقوقية. وهذه للأسف الشديد الأساليب التي تتخذها السلطات سوف لن تحد ولن توقف من عمل النشطاء، بل ستزيدهم عزما واصرارا على تغيير هذه السياسات الخاطئه. طيب دكتور نبيل، يعني قرار منع السفر هذا الذي وجهت به في المطار، هل يستند الى اساس قانوني من وجهة نظر النظام؟ يعني ماذا يقولون لك ليمنعوك من السفر؟ صدر قرار قضائي، قرار اداري، ما الحجة هنا؟ للاسف الشديد ليس القانون الذي هو يدير البلاد الان، هي المؤسسات الامنيه، وكما تم منع الان من قبل المخابرات او جهاز الامن الوطني. منذ 3 شهور والى حد هذا اليوم القانون مغيب عن الساحه، والهمجيه والتعسف والدمويه والقتل هو الذين السياسه التي تدير البلاد. اجهزه امنيه، اجهزه غير متعلمه، اجهزه جاهليه هي التي تدير البلاد الان، هي التي تدج بابناء البلاد في السجون، هي التي تعذب، هي التي تمنع من السفر، هي التي تقتل، هي التي تدير البلاد. للاسف الشديد ان سياسيي هذه البلد سلموا البلد ومستقبل البلد وسمعه البلد وواجهه البلد الى هذه القوى الامنيه. دكتور نبيل، هذه القوى التي تقوم بمنعك من السفر وبالتنكيل بالمواطنين وأنت على الطريق الآن يعني تشاهد هذه المجموعات، هل هي القوات البحرينية أم قوات الاحتلال؟ يعني هو طبعا الآن من يدير الأمن ومن يدير هي القوات الأمنية بمساعدة من القوات السعودية والخليجية، وكما علمنا مؤخرا أن الدرك الأردني أيضا متورط في هذه الانتهاكات التي تمارس ضد أبناء هذه البلاد، وبعض القوات اليمنية كما أشارت بعض الصحف قبل يومين. هناك أنا لا أعلم أن لماذا السلطة لجأت واستقوت بجيوش من الخارج. هي مطالبات ديمقراطية كانت بشكل حضاري وبشكل سلمي. الاستقواء بجيوش من الخارج والاستقواء بدول استبدادية ودول تسلطية أخرى ليس له أي مبرر في التعامل مع الملف البحريني. هناك المطالبات لا زالت موجودة، مهما قتلت ومهما سجنت ومهما عذبت سوف لن يمحي أن هناك مطالبات مشروعة، وستبقى هذه المطالبات مشروعة مهما فعلت السلطات ومهما استقوت بالخارج ومهما لجأت إلى هذه الأنظمة الاستبدادية، إلا أنها ستعود وسترجع لتتقابل مع المطالبات المشروعة لهذا الشعب. المطالبات ستبقى موجودة، النضال سيبقى متواصل، المسيرات ستبقى متواصلة، الاعتصامات ستبقى متواصلة حتى تحقيق المطالب. وكل هذه الأساليب التعسفية وكل هذه الأساليب الهمجية سوف لن توقف الناس بالمطالبة بحقوقها المشروعة التي تكفلها كل المواثيق والعهود والاتفاقيات. دكتور نبيل رجب سأعود. طيب دكتور نبيل رجب، أعود إليك في المنامة فيما خص يعني الحديث عن هذه القوات الغريبة الموجودة واستحضار قوات من هنا ومن هناك. كيف تنظرون إلى ما يحصل، وماذا في أسبوع الحفاظ على الثورة؟ يعني أنت تعرف دخلنا في أسبوع الحفاظ على الثورة في الطريق نحو 3 يونيو، دعوة ائتلاف شباب ثوار 14 من شباط. ما هي الفعاليات الواضحة؟ ما الذي يمكن أن يتحقق في خلال هذا الأسبوع؟ يقال أنه أسبوع مفصلي هام في مستقبل البحرين. يعني أولا هذه القوات التي هي موجودة في البحرين منذ اليوم الأول نحن نعتبرها قوات احتلال. لا يوجد أي تأييد شعبي إلى دخول هذه القوات، ولا يوجد أي تبرير
حتى دعوة ملك البلاد أو دعوة القيادة السياسية إلى هذه القوات دعوة غير مشروعة، لا تحوز على أي تأييد أو موافقة شعبية. الشغلة الأخرى، الانتهاكات ضد حقوق الإنسان قد تزايدت بشكل سريع جدا منذ دخول هذه القوات. الشيء الثالث أن حديث السلطة الآن عن أنهم في صدد رفع قانون السلامة، هذا لا مبرر أو لا يعني غير مفهوم مع وجود القوات الخليجية في البحرين. ابقاء القوات السعودية في البحرين يعني هذا رفع قانون السلامة لا يعني أي شيء. القوات هذه هي أحد أسباب الأزمة التي تعانيها البلاد الآن، والإبقاء بهذه القوات وبعد رفع قانون السلام أو قانون الطوارئ البحريني، هذا رفع القانون لا يعني شيء للناس. الناس كما هو الأسبوع الآن والأسابيع القادمة سوف تستمر في فعالياتها. هم قد قمعوا الاحتجاجات بالقوة وبالقتل وبالدموية وبالتعسف وبالتسلط والاستبداد، ولكن سوف لن يوقف الشعب عن المطالبة بمطالباته. هو مستمر وسوف يستمر في هذا الأسبوع والأسبوع القادم. الانتفاضة هي مستمرة والفعاليات هي مستمرة وفي تصاعد أيضا، سوف لن تتوقف إن لم تتحقق هذه المطالب التي خرج من أجلها الناس في 14 فبراير الماضي. مهما فعلوا، مهما قتلوا، مهما سجنوا، مهما تعسفوا في التعامل مع الناس، مهما هدموا مساجد ودور عبادة وأغاروا على القرى وكسروا البيوت وخربوا تجارات الناس، كل هذه سوف تدفع الناس لمزيد من الاحتجاجات، إلى مزيد من القهر تجاه هذا النظام القمعي الظالم. والاحتجاجات سوف تستمر، ونحن من الداعمين، نحن من الداعمين لهذه الاحتجاجات، نحن من الداعمين لهذه المسيرات والاعتصامات حتى تتحقق المطالب. ونطالب الشعب ونطالب كل الشباب في البحرين أن يكونوا حاضرين، أن يكونوا موجودين في كل هذه الفعاليات. هذه فعاليات سلمية وكفلتها لهم كل المواثيق التي البحرين أصبحت اليوم طرف في هذه المواثيق، وبات عليها التزاما أخلاقي والتزاما قانوني أمام هذه المواثيق وأمام الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان، أن تسمح للناس أن تتظاهر. لا يعني رفع قانون السلامة ورفع قانون الطوارئ والمنع الناس في نفس الوقت من الاحتجاج السلمي، هذا لا تبرير له، انه عمل غير قانوني. على كل الاحوال ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير اصدر جدول، يعني جدول واضح بالتواريخ من يوم امس السبت حتى الجمعة 3 من يونيو، في كل يوم ما هي الفعاليات، ما المطلوب، خارطة التظاهرات، ووصولا إلى جمعة الوفاء للشهداء، والتي تحدث الثوار عنه سيصدر بيان هام في وقت لاحق. يعني الجدول منشور وموجود على صفحات الانترنت. على كل الأحوال دكتور فؤاد